من اخطر الحاجات في العلاقات المؤذية ان الاذى مش بيكون طول الوقت، لان لو الشخص مؤذي 24 ساعة في اليوم غالبا هتبعد اسرع. لكن المشكلة ان الشخص المؤذي احيانا بيكون حنين، واحيانا بيطمنك، واحيانا بيقول كلام جميل، احيانا يرجع زي الاول، واحيانا يحسسك انك اهم شخص في حياته، وبعدين فجأة يقلب، يبعد، يجرح، يتجاهل، يهين، يقسى، وبعدها يرجع يعتذر او يحضنك او يبعت لك رسالة طويلة. الدورة دي خطيرة جدا. طيب ليه؟ لان المخ بيتعلق بالمكافأة الغير متوقعة. يعني لما الحنية بتيجي بعد قسوة بتبقى اقوى من الحنية الطبيعية، لانك كنت محروم منها، فاول ما تيجي بتحس بارتياح شديد، فتقول اهو رجع، اهي العلاقة لسه فيها امل، هو مش وحش، هو بس متعب شوية. هنا العلاقة بتتحول من حب لهوس باللحظة الحلوة. انت مش متعلق بالشخص كله، انت متعلق بالنسخة الحلوة اللي بتظهر لك كل فترة. وده قريب من مفهوم اسمه تروما بوندنج، يعني الارتباط الناتج عن الاذى. الدكتور دونالد داتون وبعض المتخصصين اتكلموا عن فكرة ان الاساءة المتقطعة مع لحظات اللطف ممكن تخلق تعلق قوي جدا، خصوصا لما يكون في خوف واعتماد عاطفي. يعني الشخص اللي بيأذيك وبعدين يطبطب عليك ممكن يتحول في دماغك لمصدر الألم ومصدر الراحة في نفس الوقت. وده اخطر نوع تعلق، لانك بدل ما بتهرب من اللي بيوجعك بتجري عليه علشان يداوي الوجع اللي هو اصلا سببه.